بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا تغضب، فردد مرارا فقال له الرسول لا تغضب. وحديث عن أبي الدرداء قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة. والغضب جمرة في قلب ابن آدم، والغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا إذا غضب أحدكم فليتوضأ. والحقيقة الكثير منا بيتعرض لمواقف بتجعله في حالة شديدة جدا من الغضب ومن العصبية ومن النرفزة، ولا يستطيع التحكم في أعصابه. بعد الغضب الشديد ده ممكن تترتب عليه مشاكل أخرى، وهي أنه ممكن يتلفظ بألفاظ خارجة غير لائقة، ممكن أنه يتجاوز في حق الآخرين. ولما يكون في معاتبة أو لوم على الكلام اللي صدر منه الغير لائق أو الألفاظ، فبيكون الرد أنه ما قدرش يتحكم في أعصابه ولا في غضبه، وأنه هو للأسف الشديد بيكون وقت غضبه عصبي جدا وما بيعرفش هو بيقول إيه. طيب احنا النهاردة في حلقتنا اليوم هنساعد كل الأشخاص اللي ما بيقدروش يتحكموا في غضبهم وقت الزعل الشديد أو وقت العصبية، ازاي يتحكموا في غضبهم في عصبيتهم، مع الأستاذة نادية محمد زين، مدربة التنمية البشرية. السلام عليكم يا أستاذة نادية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك عزيزتي. أهلا وسهلا. أشكرك كثير لاستضافتي اليوم. أهلا ومرحبا بحضرتك. الحقيقة يا أستاذة نادية، قبل ما نتكلم عن أسباب الغضب الشديدة والخطوات اللي تخلينا نقدر نتحكم في غضبنا، خلينا نتكلم عن هل كل تصرف أنا بعترض فيه على موقف ما ده يعد غضب؟ أو بمعنى آخر، إيه هو التعريف الصحيح والدقيق للغضب؟ آه طبعا يعني إذا كنا راح نتكلم على المواقف أو كيف راح نعرف الغضب، طبعا ليس أي موقف. هناك يعني في غضب سلبي بطريقة سلبية، وفي غضب يأتي ببديهية، ويكون على حسب طبعا الموقف اللي الإنسان يكون يعني يتواجد فيه. فمثلا الغضب هو شعور أو إحساس سلبي، هو إحساس سلبي أو طاقة سلبية تكون في داخلنا، فهو استياء، استثارة نفسية زائدة، وهي ميكانيكية للدفاع عن النفس. الإنسان أو يكونها الإنسان عندما، وبالتحديد عندما نكون صغارا، نكون هذه الميكانيكية للدفاع عن النفس، ومنها الغضب. فالغضب واحدة من المشاعر الأساسية، اللي هي دعونا نقول أنه هذه هي مشاعر أساسية تأتي منها كل المشاعر، وهي الغضب، الحزن، الألم، اللوم. فالغضب هي واحدة من المشاعر السلبية الأساسية، ومثل ما قلنا استثارة نفسية ثائرة، ومنها السلبي عندما يكون زائد عن الحد ونعتبره الغضب بطريقة سلبية. ولكن أحيانا يكون الإنسان مثلا يدافع عن عرضه أو حاجة زي كذا مثلا، فهذه تكون ردة فعل طبيعية. يعني الغضب يكون أستطيع أن أقول أنه بطريقة طبيعية، لكن الغضب عندما يكون زائد عن الحد فهذا هو الغضب السلبي الذي يعتبر سلبية. ويأتي وهناك في مكان في المخ واسمه أميجدولا. هذا المخ يركز أو كأنه كاميرا. معلش أنا عشان اللغة الإنجليزية هنا. لا أبدا، تفضلي براحتك. الله يرضى عليك يا رب. فهذا الجزء من المخ هو يسجل مثل الكاميرا. فعندما نكون صغارا، الطفل لما يكون صغير دائما على حسب يشكل هذه المشاعر التي تأتي، ومنها الحزن أو منها الغضب، يشكلها على حسب الموقف الذي يتعرض له. وبالتالي مثلا نقول أن الغضب سيأتي لأنه لم يعرف أن يتصرف، هو حماية، يقوم بهذا الغضب حماية لنفسه. فكذلك يعني هذه هي الطريقة التي تتكون فيها المشاعر السلبية.
تتكون منذ الصغر، وهذه مشاعر أساسية وسلبية ولها طرق عديدة يعني كيف يستطيع تمام. الإنسان التخلص منها. هنتكلم عن الطرق والخطوات اللي من خلالها نقدر نتخطى هذه المشاعر السلبية، ولكن قبل الخطوات نتكلم عن الأسباب. ما هي الأسباب اللي بتجعل الشخص يكون في قمة غضبه ولا يستطيع أبدا التحكم في أعصابه؟ ممكن يصدر منه تصرفات أو ألفاظ يعني صعبة جدا جدا، وبيكون المبرر أنا في غضبي لا أستطيع التحكم في نفسي ولا في أعصابي. طيب، إحنا طبعا مثل ما ذكرنا أنه هذه المشاعر تتكون منذ الصغر كردود أفعال لمواقف حدثت لنا، ولا شعوريا الإنسان يبدأ بتكوين هذه المشاعر. للأسف الشديد إذا لم نستطع معالجتها بالنسبة للأطفال مثلا، فسيأخذها الطفل معه وستتطور، وبالتالي ستكون جزء من شخصية هذا الإنسان أو هذا الطفل للأسف الشديد. وبعدها إذا لم يعي إلى هذه المشكلة ويحاول يغيرها، ستكون جزء من شخصيته، جزء سلبي يعني لن يستطيع أن يتخلص منها إلا إذا كان هناك وعي. فمثل ما قلت، هذه هي واحدة من الأقنعة التي يلبسها الناس، أو بالتحديد تبدأ في الطفولة. فعندما مثلا أنا إذا جيت وخانكت ابني وتعاملت معه بطريقة، أو خوفت ابني مثلا، فابني راح يكون طريقة يدافع فيها عن نفسه، فهي تسمى ميكانيكية عن النفس، ومنها الغضب. هذه واحدة من الميكانيكيات السلبية التي يكونها الإنسان. لماذا؟ لأنه هذه الطريقة اللي استطاع أن يعني يستوعبها من هذا الموقف اللي حدث، فيبدأ دائما يستخدم هذا الغضب. فلو تشوفي هنا الآن في ناس كثير يغضبوا وبيزعلوا مجرد ما يصير لهم موقف، خلاص، لأنه ما يقدر يتحكم في عصبيتهم أو بالغضب، لأنه لم يعلمهم الأهل كيف يتعاملون مع مشاعرهم السلبية عندما كانوا صغارا للأسف الشديد. فهنا نجد في عدم القدرة على التحكم، لأنه ما كان في وعي. للأسف الشديد دائما الأهالي عندما نتعامل مع أبنائنا ما يكون عندنا وعي، فيكون أنا عندي مثلا مشكلة الغضب، فأصب غضبي ومشاعري السلبية على أقرب الناس لي وهي أبنائي، ولا أعرف أنني وأترك أثر كبير في أبنائي وسيحملون هذه المشاعر معهم. بالضبط. إلا إذا عالجوا إلا إذا عالجوها وكان عندهم الوعي وكذا. فلذلك هناك شيء اسمه الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي طبعا هي واحدة من الأمور التي تساعد الإنسان على كيفية التعامل مع المشاعر، بالذات المشاعر السلبية. فنعم، الأهل لهم دور كبير في زرع هذه المشاعر للأسف الشديد عند الأطفال، لأنه الإنسان الكثير اللي تشوفيه دائما عنده هذه مشكلة الغضب لم تبدأ في عمر وكبير، بدأت في عمر وهو صغير. ومثل ما قلت لك، هذا الجزء من المخ كان يسجل كل حاجة. قد يكون أهله كانوا يكون السبب أنه الوالدة مثلا الأم تكون عصبية، يكون عندها غضب شديد، وهذا مرض، نعتبره مرض نفسي. بالضبط. فستنقل هذه الطريقة لأبنائها، لأنه الابن يسجل وهو في عمر صغير، من عمر إلى عمر 7 سنوات وفعلا. واحدة من الأمور لها أنه أمه تتعامل مع المواقف الصعبة بأنها تغضب، فقد يكون يعتقد أنه هذه واحدة من الطرق التي يستطيع أن يتبعها حتى يعبر عن مشاعره مثلا، وهو لا يعرف، لا شعور، بس يأخذ هذه الطريقة معه. فنعم، لها هذه واحدة من الأسباب للأسف الشديد، وشيء محزن جدا. يعني مثل ما قلت لك، إذا لم يستطع الإنسان يعي إلى تغيير أنه يجب أن أغير هذه المشكلة عندي، سوف تستمر مع الشخص وتكون جزء مهم من شخصيته. للأسف بيكون لها عواقب كبيرة جدا للأسف مجتمعيا ونفسيا. المحيطين بيه بيبتعدوا عنه، ما بيحبوش التعامل معاه أو التواصل معاه، لأن هم عارفين أنه شخص غضوب جدا جدا، وفي غضبه بيكون سيء وممكن يجرح المحيطين بيه. طيب، عندنا نوعين من الأشخاص. شخص في حالة الغضب بيقدر يتحكم في أعصابه وعنده ثبات انفعالي، ويعني ياخد نفس كده وبالراحة ويبدأ يفكر وما بيصدرش منه أي رد فعل سريع. وعندنا شخص آخر مع أول مشكلة بتحصل معاه
تنرفزه وتخليه غضبان جدا ويثور جدا جدا، وزي ما بنقول بالعامية كده وشه كله يحمر وأعصابه كلها تنفر، ويبدأ يغلط، يبدأ يتكلم، يبدأ يزعق. ايه الفرق ما بين الشخصيتين دول؟ هل هي مثلا طباع شخصية، ولا هو تعود، ولا هو فعلا نشأ على تربية مخلياه بيقدر يتحكم في أعصابه؟ طيب أنا مثل ما قلت لك، هو الفرق أنه الشخص الذي يستطيع أن يتحكم في مشاعره هو الشخص الذي أصبح يعي بهذه المشاعر ويعرف كيف يتعامل معها. مثلا لو أنا استطعت أن أتحكم في غضبي أنا نفسي، أنا كشخصي، فرق كبير بين كيف كنت في السابق في تعاملي مع الناس والآن. يعني سبحان الله، الوعي هذا هو خطوة كبيرة، نستطيع أن نقول تقودك 50% إلى العلاج. مجرد ما يحس الإنسان بالوعي أو يفهم أنه يجب أن لا أتعامل بهذه الطريقة، هذا بحد ذاته نصف العلاج. أوكي؟ وطبعا الإنسان هناك جزء سلبي في شخصياتنا وهناك جزء إيجابي، فهو اختيار. هل أنت عندك الوعي؟ إذا كان أنا عندي الوعي مثلا في التعامل مع الناس، سوف أختار جزئي الإيجابي وسوف أبدأ أن أتعامل مع الناس بهذه الطريقة، وسوف أستخدم الذكاء العاطفي الذي هو وسيلة من الوسائل المهمة للتعامل مع الناس وللتحكم في المشاعر السلبية ومنها الغضب. لذلك الشخص الواعي هو الذي سيستطيع أن يتعامل بطريقة صحيحة، يعرف كيف يتعامل مع مشاعره ويعرف كيف يفهم مشاعر الناس من الجهة الأخرى، ويعرف كيف يتعاطف مع الناس. وبالتالي هذا الوعي بحد ذاته هو اللي راح يخليك الذي سوف يمنعك من أن تتصرف تصرفا أو يكون عندك ردود أفعال سلبية. أما الشخص الآخر لا يوجد عنده وعي بالمرء، الشخص الغضوب. وأيضا الشيء الآخر، إذا لم يكن عنده الوعي، هذا يعني أنه لا يعرف ولا يعرف أنه يجب عليه أن يعالج هذه المشكلة، وبالتالي هي مشكلة بحد ذاتها أنه ليس عنده وعي. لذلك يعني لا يفكر أبدا في أنه يحاول أن يتخذ طريقة أخرى في التعامل مع الناس، فتجده يكرر هذه الطريقة فتصبح جزء لا يتجزأ من شخصيته للأسف الشديد. للأسف فعلا. أيوة، طبعا زي ما قلت لك أنه عندها جذور هذه المشاعر، يعني ليست لم تتراكم من يوم أو يومين، لا تراكمت منذ الصغر. ولكن للأسف الشديد الشخص الواعي استطاع أن يتحكم في نفسه، لأنه استطاع أن يصل إلى هذه مرحلة الوعي، وليس من السهل أن تصل إليها. قد يكون طريقة عبرات أو دروس يحضرها أو كتب يقرأها الإنسان. وأنا عن نفسي شخصيا، واحدة من الأمور التي جعلتني أحسن من تعاملي مع الناس وأحسن أو أتحكم في مشاعري، وهي هذه، أني بدأت أو وصلت إلى نقطة الوعي، فبدأت أتحكم وبدأت يعني أتحكم في تصرفاتي حتى مع بنات. سبحان الله، يعني أصبح هناك فرق كبير. مجرد ما بدأت بالوعي صرت أسأل نفسي في كل لحظة وفي كل دقيقة قبل أن أتحدث معهم، وعندما يصل أي حاجة أعتذر لهم وأسأل نفسي وأجلس بيني وبين نفسي. هذا هو الوعي. شفتي كيف؟ مجرد ما يبدأ شخصيتك تتغير تماما. مجرد ما فللأسف الشديد الإنسان دائما يكون غضبان وكذا، فهذا إنسان لا يفهم كثير عن شخصيته، لم يصل إلى مرحلة التي تجعله يغير في نفسه. بالضبط. طب أستاذة نادية، بنسمع كتير عن بعض الأشخاص بيقولوا فلان أو فلانة دي اتغيرت جدا، ما كانتش عصبية، ما كانتش غضوبة أبدا، كانت نسمة وكانت رقيقة جدا وحساسة، وبقالها فترة مثلا بعد يعني مثلا حصل ليها أي حدث اجتماعي، حصل ليها فقد، حصل ليها أي مشكلة ما، ومن بعد المشكلة دي وهي أصبحت عصبية جدا ومحدش بقى بيقدر يتكلم معاها، وأقل شيء بيخليها غضبانة وعصبية جدا. هل فعلا ممكن الإنسان يتحول من شخص حليم وهين لشخص غضوب وعصبي وأقل حاجة تنرفزه؟ طبعا، مثل ما الإنسان يستطيع أن يتغير ويصبح إنسان أفضل، إنسان إيجابي، وإنسان يتحكم في مشاعره،
بنفس الحاجة في بسبب الظروف التي نمر بها، قد تكون ظروف قاسية فتغير أشخاص، وبالذات إذا كان الشخص إنسان ضعيف في داخله أيوة. ولم عنده الوعي، فقد يتأثر بأي ظرف، يتأثر بحزن، يتأثر بفقدان شخص. يعني شوف مثلا في أشخاص يفقدون أشخاص قريبين منهم، بالظبط. فنشوف حياتهم كلها تغيرت. يعني التأثير السلبي في حياتهم يظهر بشكل، فكل إنسان سبحان الله يكون له ردة فعل. هذه ردة الفعل السلبية تختلف طبعا من شخص لشخص، وقد كما يعني قد تغير الإنسان بشكل كبير. بس يعني نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. آمين يا رب العالمين. لأنه شيء غير يعني مو سهل إنه الإنسان يفهم نفسه ويفهم مشاعره ويعرف إنه اللي أنا بسويه غلط، إني أنا لازم أتغير، إني أنا لازم أصبح شخص أفضل، إني أنا لا، المفروض إني أنا خلاص يعني ما أتعامل حتى مع نفسي، يعني حتى مع نفسي أستطيع التعامل مع كذا. فهذه هي نعم مثل ما قلتي يعني بتأثر على الناس بشكل مختلف. طيب هل يا أستاذة نادية النساء الأكثر غضبا والأكثر انفعالا من الرجال؟ ولو هم فعلا كده، إيه هي الأسباب اللي تخلي النساء دائما الأكثر انفعالا وغضبا وحساسية وبكاء وكل الأمور اللي حضرتك عارفاها دي؟ يا سبحان الله، المرأة بطبيعتها يعني عاطفية وحساسة وكذا. وطبعا نعم مستوى الحزن ارتفع والغضب ارتفع بالذات في ال10 سنين الأخيرة بالنسبة للمرأة، يعني كما ذكر أيضا في الاستطلاع العالمي. ولكن هذا شيء متوقع وطبيعي، لأنه سبحان الله المرأة يعني أصبحت ظروفها أصعب، ليست مثل الأول. فهي تخدم في بيتها وتشتغل في بيتها وكذا، ولكنها في نفس الوقت بدأت يعني دعونا نقول مثلا التوظيف، الاستقلالية يعني داخل البيت وخارج البيت. فأصبحت المرأة تعمل على تغطية أمور كثيرة في نفس الوقت. فهذه ضغوط كثيرة على المرأة، يعني إنك تشتغلي خارج البيت مثل الرجل، وفي داخل البيت فعلا. وتهتمي بالأبناء. والمرأة طبعا عندها اهتمام زائد سواء كان في بيتها أو في مع أبنائها وكذا. فطبعا في هي الضغوط مثل ما قلت لك. وبالأخص لو هي مرأة معيلة يا أستاذة نادية، لو هي يعني فقد الزوج وهي الأب والأم وهي اللي يعني مسؤولة من الإنفاق عليهم وتربيتهم لوحدها وموجودة في مكان بعيد عن الأهل، فدي كمان عوامل كبيرة جدا تضغطها وتخليها عصبية. صحيح، معك حق. طبعا هذا راح يزيد عليها الموضوع وراح يتفاقم طبعا. ويعني أنت سبحان الله، أنت عندما ترى الشخص يصل إلى هذه المرحلة من الغضب يعني الواحد سبحان الله، أنا عن نفسي الآن أعرف مدى استيعاب الشخص، أو مدى يعني خليني أقول أنه حالة أو وضع الإنسانة هذه لما أنت تشوفيها بتعرفي فقط من تعاملها. أنا يعني في الفترة الأخيرة ولله الحمد استطعت أن أفهم الشخصيات، أحاول يعني طبعا أني أنا أفهم الشخصيات وأعرف، وبديت أحللها على حسب التوتر والقلق والحزن أو الغضب الذي يعني يظهرونه بشخصيتهم. يعني في النهاية الله الضغوطات هذه هي، وبالذات إذا أنت لا تعرف أو المرأة لا تعرف أن تتعامل مع الضغوطات، مثلا تعطي نفسها وقت، تخرج أيام لحالها، ترفه عن نفسها، تحاولي تشوفي طريقة ترفهي فيها عن نفسك وتعطي فيها نفسك وقت حقها. سبحانك الله ما راح يكون نفس الحاجة مع الشخص اللي ما يعرف كيف يعني يرفع عن نفسه ويحاول ويعرف يتعامل. الضغوطات هذه ممكن تقتل الإنسان يعني، أو تسبب لك أمراض كثيرة كلها بالفعل. طيب من كلام حضرتك يا أستاذة نادية أو نصيحتك للنساء اللي هم دايما عليهم ضغوط كبيرة، إن هم يعطوا لأنفسهم بعض الوقت. من هنا
خلينا نتكلم عن الخطوات العملية لكل امرأة بتشوفنا النهاردة أو لكل حد عارف إنه عصبي، إنه بيغضب غضب شديد جدا. الخطوات العلاجية اللي تخلينا نتخلص من هذه الصفة، وهل الخطوات دي بتاخد مدة زمنية طويلة ولا لأ، وهل أقدر أعملها لوحدي ولا محتاج مساعدة؟ خلينا نبدأ بالخطوات الأول. أوكي. طبعا الإنسان لازم يساعد نفسه. أنا لن أتوقع أنه شخص آخر يساعدني. مثل ما قلت لك، لما يكون في وعي أنا لازم أعرف أني أنا راح أساعد نفسي قبل أي أحد ثاني، لأنه أنا اللي لازم أخطو الخطوة الأولى. فمثلا من الطرق اللي الواحد يتبعها، وأنا عن نفسي يعني ولله الحمد بديت أتبعها حتى أغير في نفسي، وهي أولا إذا كان هناك موقف حدث وأنا بدأت تأتيني هذه ردة الفعل الغضب، أول حاجة أسويها، أو مثلا دعوني أقول أنا غضبت الآن من ابني أو ابنتي وجت حالة الغضب الشديد، فأول حاجة أسويها مثلا إني أنا أبعد. يا ابني أنا راح أعطي 10 دقائق وراح أرجع أتكلم معاك. على طول أبعد من الموقف. ليش؟ على أساس ما يكون عندي ردة فعل سيئة وأندم عليها بعدين، لأنه الغضب هذا مشكلة كبيرة جدا. ردود الأفعال قد تكون جدا يعني تدمر العلاقات. فأولا حتى لو 10 دقائق أبعد عن الموقف. عندما تذهب بعيدا 10 دقائق وترجع، سوف مستحيل أن يكون عندك نفس ردة الفعل التي ستكون من أول مرة، يعني من غير ما تأخذ فيها راحة، يعني 10 دقائق لك وللشخص الآخر. أوكي؟ ثانيا أخذ لي نفس عميق من 4 ل 5 مرات. نفس عميق شهيق وزفير. الزفير يكون بشكل بطيء جدا من 4 ل 5 مرات، وسترون الفرق، فرق شديد يعني سبحان الله. أبعد لمدة دقائق وبعدها أخذ نفس عميق. بعدها إذا قدرت أمشي أو أستريح لدقائق أيضا. ممكن في بعض الناس يمشوا برجلهم، يعني إذا كنت تحب المشي أو إذا كنت تحب تسوي حاجة معينة، يعني تبعد لنص ساعة ممكن، أو إذا شفت نفسك أوكي ترجع وتتحدث مع الشخص. اللي هو تغيير الوضع اللي أوصانا به الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كنت قاعد فقوم، لو أنت واقف امشي اتوضى، لأن الغضب من الشيطان. exactly. صحيح. تغير الوضع، هذه كلمة جيدة. طيب، وبعدها أسأل نفسي لماذا أحس بالغضب؟ لأنه يجب علينا أن نتعامل، نعرف كيف نتعامل مع هذه المشاعر ونقبلها. يجب أن نعبر عن مشاعرنا. طيب، هي دائما مشكلة الكبت هي التي تسبب ردود الأفعال هذه. لذلك يجب أن أتعامل كيف أصدقها. هذه واحدة من الطرق اللي الإنسان يتبعها حتى يغير في نفسه. فلذلك سأسأل نفسي لماذا أحس بالغضب؟ ما هو السبب؟ إيش اللي يخليني أتعامل مع ابني بالطريقة هذه؟ ليش أعصب وأغضب بهذه الطريقة؟ اسألي نفسك هذه الأسئلة. طيب، عبري عن مشاعرك. تعبير عن مشاعر قد يكون بالكلام، قد يكون بالكتابة. إذا أنت ما تحبي تحكي مثلا، جيبي لك ورقة وقلم وخلاص اكتب قولي أي حاجة أنت تبغى، بس خلي هذه المشاعر تطلع. إيش؟ لأنه المشاعر المكبوتة سوف تخرج في يوم من الأيام بشكل سلبي ولن تترك بانفجار. لذلك بانفجار ستخرج بشكل بردة فعل سلبية جدا، وقد تضرك وتضر الآخر. لذلك بهذه الطرق أنت تخرجين هذه المشاعر، وهذه الطريقة الصحيحة أنك تخرجي هذه المشاعر، تتخلصين منها. طيب، لذلك ستعبرين عن مشاعرك. يعني أعبر عن مشاعري قد ما أقدر. أتكلم مع نفسي ليش أنا سويت كذا، أكتب، وبالتالي يعني أنا وصلت لنص الطريق. وبعدها يكون عندي امتنان يومي وتقدير لحالتي ولوضعي. خليني دائما أحاول أن أرى الناس الذين هم أقل مني، الذين هم يعانون من أمور كثيرة، وأنني دائما يعني هذا يأتي سبحان الله من الشكر لله، الحمد. طبعا. الإنسان الذي لا يحس بالقناعة، لا يحس بالرضا، دائما تحسي أنا ليش كذا، وتحسي يعني مسألة الغضب، السكينة والهدوء. متى تأتيك السكينة والهدوء؟ الإنسان الذي يغضب ليس عنده هذه السكينة، عنده توتر، عنده غضب فعلا. ولكن مجرد ما تزيد ثقتك في الله
وتؤمن أنه الحمد لله أنا أحسن من غيري، هذه أيضا طريقة تعالج بها نفسك، صح؟ ومنها الامتنان ولا الحمد والشكر لله، أنا أحسن من غيري. مجرد ما الإنسان ثقته في الله، وسبحان الله يعني أنا هذا الشيء جربته على نفسي، تحس بسكينة هدوء، وهذا الغضب يتلاشى سبحان الله. يعني هذه واحدة من الطرق، وخلاص يبدأ الإنسان هذه طريقة أنت يعني أنك بدأت تعي وتنتبه وتعالج في نفسك، وما في شيء مستحيل ولا أؤمن به. إذا عندك إذا أنت مستعد أن تغير في نفسك ستغير في نفسك، وستبدأ باستخدام جزءك الإيجابي، لأنه طبعا كلنا عندنا جزء إيجابي وجزء سلبي بالتأكيد. لكن مجرد أن أعي، حتى لو أحد تعامل معي بردود فعل غضب أو حزن أو شيء من ذلك، سأستخدم بذكائي جزئي الإيجابي، وسأستطيع أن أؤثر بشكل إيجابي على الشخص الآخر. أكيد. الحقيقة هي خطوات عملية كلها مهمة جدا، ولو بدأنا فيها واتعودنا عليها أكيد هنقدر نتخلص من الغضب، لأن هي للأسف صفة سيئة جدا مش للإنسان الغضوب بس بل للي حواليه كمان. بهذه الخطوات تكون انتهت حلقتنا اليوم. أستاذة نادية محمد زين، بشكر حضرتك المدربة التنمية البشرية على تواجدك معنا وعلى هذا الطرح المميز، وطبعا الشكر موصول لكل متابعين برنامج قوارير. وزي ما شفتوا مع ضيفتنا الفاضلة اتكلمت على الخطوات اللي نقدر نتخلص بيها من الغضب، ونأخذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوصى الرجل وقال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ربنا يجعلنا من الحالمين ومن الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.